موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. أصبحت كل الأبواب مفتوحة على مصراعيها في مجموعة الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز الذي حققه المريخ على شباب بلوزداد في افتتاح الجولة الثالثة. الزمالك بدأ المجموعة بأسوأ صورة ممكنة بعد الخسارة من شباب بلوزداد في القاهرة، ثم اكتفى بتعادل مخيب للأمل مع المريخ في ليبيا. على الجانب الآخر نجح الترجي في جمع نقاطه كاملة بعد الفوز على بلوزداد والمريخ، والفوز على الزمالك يعني عملية ضمان التأهل إلى ربع النهائي دون الدخول في حسابات معقدة. سيحتاج الزمالك إلى العودة من ملعب رادس بالنقاط الثلاثة، بينما لم تتمكن كتيبة جيس فالدي فيريرا من تحقيق سوى انتصارين على مدار أكثر من 7 مباريات في عام 2023 بعد نتيجة مباراة المريخ وبلوزداد. إثارة الديربي المصري التونسي ستزداد الضعف، فسواء الترجي أو الزمالك الفرصة مفتوحة أمامهما للاقتراب من ربع النهائي. أما عن موعد المباراة، موعد مباراة الزمالك والترجي هو اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023، وسيقام اللقاء على ملعب حماد العقربي في رادس، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، 6 مساء بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا والسودان ولبنان وليبيا، 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وقطر والبحرين واليمن، 8 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. أما عن القناة الناقلة للمباراة، كالعادة تأتي مباراة الزمالك والترجي من خلال قناة بين سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، وستذاع المباراة بالتحديد على قناة بين سبورت 4 HD. أما عن معلق المباراة، سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق الليبي الكبير محمد بركات. أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي، من المتوقع أن يدخل المدرب فيريرا المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى محمد عواد، في خط الدفاع حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، محمد طارق، في خط الوسط محمد عبد الشافي، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر، في خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا. أما عن التشكيل المتوقع للترجي أمام الزمالك، من المتوقع أن يدخل المدرب نبيل معلول المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى معز بن شريفية، في خط الدفاع أمين بن حمودة، محمد التويجعي، ياسين مرياح، رائد أبو شنيبة، في خط الوسط محمد برمضان، فوسيني كوليبالي، غليان الشعلاني، في خط الهجوم حمد الهوني، رياض بن عياد، أنيس البدري. متابعينا الكرام، نحن في انتظار نتيجة توقعاتكم عن المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.